مبنى اتحاد الكورة، أول لما تشوفه تيجي في دماغك الصورة الذهنية عنه وكأنه وكر عصابة القناع الأسود. تحس إن هم قاعدين جوه الوكر بيخططوا وبيتآمروا بس، ومش ممكن هيجي من وراهم خير أبدا. مفيش حد لجأ للاتحاد وخد حقه أبدا. دايما كل حاجة بتترمي في الدرج، ودايما مواقفهم كلها تدليس ومخزية، ومبدأهم لا أرى لا أسمع لا أتكلم. وأكبر دليل شكوى زيزو بفسخ التعاقد لعدم حصوله على مستحقات، وشكوته بعدم توفير الحماية ليه لحضور التحقيقات والتدريبات، وشكوى النجوم ضد الإسماعيلي، وشكوى النجوم ضد بيراميدز، وتحويل رئيس الإسماعيلي وعضو مجلس الإدارة لجنة الانضباط من شهور طويلة، وشكوى الأهلي الجماهير الزمالك اللي شتمت إمام عاشور من شهور طويلة برضه، وجوزيه جوميز اللي قعد 6 شهور يلعب ماتشات مع فريقه عادي جدا وما تعاقبش إلا لما مشي من مصر، ورفض تأجيل ماتش الأهلي والزمالك لمدة ساعة على ما الحكام السعوديين يوصلوا، لكن لأجل ماتش الكاس 15 يوم عشان نحرم زيزو من كاس العالم عادي يعني. لجنة الانضباط اللي محدش عارف مين ماسكها ولسه شغالة ولا لأ وبيعملوا ايه في عيشتهم أصلا، فجأة كده استيقظت من السبات العميق وبعتوا خطاب بعقاب طارق مصطفى 3 مباريات ابتداء من ماتش سيراميكا كليوباترا. طب ليه بقى الصحوة المفاجأة دي؟ لأنه ببساطة طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي، والبنك الأهلي بينه وبين المصري 3 نقط، يعني عنده أمل يلعب في المراكز المؤهلة للكونفدرالية، والماتشين الجايين للبنك الأهلي مع الزمالك ومع بيراميدز، يعني من الآخر كده هيعصلك معاهم. فتعال انت بقى يا ابو الكباتن اقعد لنا في حتة ناشفة لحد ما الماتشين دول يعدوا على خير. طب فين عقوبات رئيس الإسماعيلي وعضو مجلس الإدارة اللي ضربوا الحكم؟ طيب فين عقوبات جمهور الزمالك على السباب الجماعي لإمام عاشور؟ مفعلين باقت وانا عامله نفسي نايمه. لكن في نفس الوقت الاتحاد قايم بدوره على اكمل وجه، واحد اعضائه الزملكاويه المخلصين طمن نادي الزمالك ان هم يلعبوا الكاس يوم 5 او 6 يونيو عادي جدا مفيش مشكله، لان الاتحاد كده كده هيوقف لهم زيزو 4 شهور لامتناعه عن التدريب والاخلال بشروط التعاقد. شوف الحزم. انما بقى المستحقات والحمايه ده كلام فاضي وارمي ورا ظهرك يا راجل، احنا هنهرج ولا ايه؟ المستحقات قال هو عايز ايه يعني؟ هيلعب وكمان هيقبض؟ هو في كده؟ لا طبعا، لازم يتوقف وقتي. ده طبعا غير مهازل التحكيم وسيد مراد اللي كل شويه يجيب لنا محمد الشناوي بتاع بورسعيد في ماتشات الاهلي، وجهاد جريشه اللي بيودي حكام معينه عشان تظبط انبي اللي هو شغال فيه، وحاجات كده اخر شفافيه ونزاهه الصراحه يعني. لما تقعد ترتب الأحداث ومواقف اتحاد الكورة من يوم ما جه أبو ريدة بالمجاهد بتوجيه أحمد والسيد مراد وأبو زهرة، وخلي لي بالك من أبو زهرة ده قوي، وبالتعاون مع دائم التألق طه عزت الزملكاوي بس محترم، تلاقي نفسك قدام تشكيل على أعلى مستوى ومجمع إلا ملفة. وبصراحة عصابة القناع الأسود ملايكة جنبهم، ناس ما عندهاش دم.